كلنا شفنا المنتخب التاني بتاع كابتن حلمي طولان وهو بيلاعب الرديف بتاع تونس، وكل الناس طالعه في نغمه دلوقتي ان المنتخب التاني بيلعب احسن من المنتخب الاول، تعالوا نلعب بعض واللي يكسب ياخد صلاح والهزار اللي احنا عارفينه يعني ما بين الجماهير والكلام ده كله. بس سألت نفسك هل طبيعة تفكير كابتن حسام حسن كمدرب، هل هي نفس طبيعة كابتن حلمي طولان كمدرب؟ طبيعة كابتن حلمي طولان كمدرب كلنا شفناها في لما كان بيدرب أندية في الدوري الممتاز، إن هو بيلعب بشكل فيه تحفظ كبير، وإن هو يقدر يلعب على الهجمات المرتدة، وشفنا إن هو أكتر واحد طلع من تحت إيده يعني مشهور ومعروف هو محمد شريف لما كان بيلعبه مهاجم وحوله من الوينج للمهاجم، وإن هو ابتدى يلعب عليه هجمات مرتدة عشان هو سريع وبيقدر يقطع ورا الدفاع والكلام ده كله. هنستشف من هنا ان كابتن حسام حسن دايما كورته مباشره وهجومي، وعايز ينزل هجوم كتير ويلعب وعرضيات ونلعب ونحاول نجيب يعني اجوان كتير والكلام ده كله. اللي ما بيساعدوش في ده اللعيبه والدلع بتاعهم اللي احنا بنشوف في الملعب، والمستويات اللي بنشوفها في اوروبا ما بنشوفهاش هي نفس المستويات مع المنتخب، او على الاقل نصها يعني. مش بقول كده ان انا بنتقد حد يعني بعينه، بس الفكره كلها ان اللعيبه فعلا بتبقى نازله ضامنه الماتش، احنا بنلعب فرقة ضعيفة فما بيعملوش اللي عليهم بالشكل المطلوب جامد يعني. هنبص بقى على الجزء التاني بتاع كابتن حلمي طولان. هنلاقي ان اللعيبة اصلا اللي معاه كلها عشان هي في المنتخب التاني ورايحة البطولة العربية، اولا عندهم تحدي ان هم عايزين يثبتوا ان هم اكفاء وينفعوا للمنتخب الاول. ثانيا عندهم روح عالية ان هم يقدروا يعملوا حاجة في بطولة العرب، بحكم ان هي من وجهة نظر الكل ان هي المفروض ان هي اسهل من بطولة افريقيا يعني، ويقدروا يعملوا فيها حاجة. ثانيا اللي ساعدهم على ده ان كابتن حلمي طولان بيلعب بتحفظ، فاللي هو الفريق اللي قدامهم حتى لو تونس افضل من اثيوبيا اللي كابتن حسام حسن لعبهم، حتى لو هم بالرديف نفسه، بس ما قدروش يعملوا حاجه قدام منتخب مصر. وفعلا بكوره واحده اتلعبت من الونش ورا، اتلعبت لقفشه نزلها لمروان محسن، آه، وطلعها له تاني، وقدر قفشه ان هو يروح يجيب الجون بتاع الفوز والكلام ده كله، ومطير الباكين وكل حاجه. انا تحفظي بس على كابتن حلمي طولان ان هو طالما بيلعب بثلاثه ورا، لازم اللعيب اللي يكون في النص ما يكونش مدافع صرف عشان يقدر يطلع لك بالكوره صح. زي ايام كابتن حسن شحاته، هو بيلعب تقريبا بنفس الفكره بتاعت كابتن حسن شحاته ايام 2006 و2010. 2008 كانت مختلفه شويه، بيلعب بثلاثه مدافعين بس. اتفرج على المدافعين، المدافع الثالث اللي كان ورا كان في 2006 كان ابراهيم سعيد، 2008 و2010 كان هاني سعيد. شايف الكواليتي عامل ازاي؟ هم اصلا لعيبه نص ملعب، مدافعين ونص ملعب. فيقدر يطلع لك طالما هو انت الفريق ضاغط عليك، يبقى يلعب مدافع ثالث، وفي نفس الوقت والكرة معاك يروح مزود قدام، وطالع هو ديفندر تاني جنب الديفندر اللي في نص الملعب الاساسي اللي هو كان محمد النني، ويخلي اللعيب اللي في نص الملعب جنبه يروح على قدام. تحفظي على كابتن حلمي طولان ان هو لعب بالمدافع الثالث ده كان كابتن احمد سامي. انا كان رايي ان المدافع الثالث ده يكون هو النني النني يلعب في وسط المدافعين يبقى الونش مثلا ورزق فاتحين هما الاثنين، والنني بيرجع يدافع معاهم مدافع ثالث، وفي الكوره معانا بيروح على نص الملعب ويقدر يعمل بخبراته طبعا ان هو لاعب في ارسنال يقدر يلعب الدور ده كويس جدا وسهل عليه ومش هيبقى صعب. عشان تقدر تحط جنبه اكرم توفيق هو الديفندر الاساسي ده في مكانه الاساسي، ما يلعبش 8، بحيث ان لما يزق قدام الكرة معانا النني يبقى جنبه النني وجنبه اكرم توفيق، وعمرو السولية يزق قدامهم مع اللعيب رقم 10 اللي هو قفشه، فتقدر تعمل الضغط صح. انما انت لعبت بمحمد سامي فقللت نفسك في نص الملعب، وقدرت تلعب على المرتده، بس انت كنت دايما تحس ان قفشه ومروان قدام ناقصهم واحد عشان يسندوا عليه. دايما تحس ان اللعب فردي، ودايما لازم يطلعوا على الاجناب عشان اللعب مش لاقيين حد في نص الملعب بيكمل معاهم بشكل هجومي. عمرو السولية كان بيروح ورا الكوره بحكم السن طبعا فبيتعب، ما بيقدرش يروح كتير، آه، بيفتح يعني ما يقدرش يفتح لك على وينج ويرجع تاني يرتد في نص الملعب والكلام ده كله، معتمد على اكرم توفيق.
بس أنت خسرت واحد في نُص الملعب لمّا نزّلت أحمد سامي، وعشان تزوّد في الهجوم يقدر يسند تالت مع قفشة والسولية، يكون تالت معاهم. وكان نِفْسي ده مثلًا يكون حسين الشحات أو ميدو جابر أو زلاكا، أيًا كان اللعيبة اللي هي بتقطع دايمًا في ضهر المهاجمين. طالما أنت بتلعب على الخطة دي، أنت لازم محتاج دايمًا لعيبة بتقطع في ضهر المهاجمين. أنت أصلًا يا كابتن حلمي كمان ما ضمّيتش محمد شريف، اللي أنت بتحبه وعارف إن أنت مقتنع بيه، وعارف إن هو يقدر يفيدك جدًا في الخطة دي. إن شاء الله مستواه يعني الفترة اللي جاية يقدر ينفع إن هو ينضم في البطولة نفسها، ويستعيد مستواه يعني، ويقدر إن هو يساعدك في الكلام ده كله. بس أنا لو كنت شايف مثلًا إن زلاكا بيلعب في نص الملعب والنني هو اللي بيلعب مدافع ورا، أنت كنت نصبت السِرك على الفرقة دي، وهتلعب برضه بنفس طريقتك، مش طريقة مختلفة. وهتلاقي زلاكا برضه بيرد معاك لأنه لعيب قوي وحريف في نفس الوقت، وبيقطع في ضهر المدافعين بتوع الخصم. فقصة المقارنات استحالة تحصل. ليه؟ لأن عقليتين مختلفين تمامًا، وبيلعبوا بأشكال مختلفة تمامًا. وفكرة إن لو ده لاعب ده والكلام ده كله، ده فكرة يعني من درب الخيال يعني. على فكرة ده ممكن يكسب وده ممكن يكسب، أنا ما قُلتش حاجة. بس مش معنى إن ده كسب أو ده كسب إن دول في فروق رهيبة. إحنا أصلًا الدوري العام مثلًا عندنا بقى اللعيبة تقريبًا كلها شبه بعض، والفروقات بتبقى بسيطة جدًا. يعني إحنا مش هنلاقي الاختلاف إلا في اللعيبة المحترفة. وحتى اللعيبة المحترفة دلوقتي عمر مرموش مثلًا المستوى بتاعه قليل، بحيث إن هو ما بيلعبش كتير مع مانشستر سيتي وكده، ولسه الثقة ما خدهاش بقوة. مصطفى محمد أصلًا كابتن حسام حسن مش مقتنع بيه، وبيلاعب عليه أسامة فيصل، يعني بيلعب بيه عليه بالدوري، واحد من الدوري المحلي. هتلاقي الفرق الوحيد هو في محمد صلاح. ومحمد صلاح أصلًا مع المنتخب الأساسي بيلعب برضه مستواه تحس إن هو بيقل، عشان هو ما بيلعبش في نفس الناس، أو في وسط نفس المجموعة اللي بيلعب فيها في ليفربول، وفرق الإمكانيات واللعب المباشر والكلام ده كله اللي إحنا عارفينه. فبرضه هتلاقي في اختلافات، وهتلاقي المنتخبين يقدروا يضحوا قدام بعض، وما حدش يقدر يكسب التاني. بس كابتن حلمي طولان ما ينفعش يتقارن بكابتن حسام حسن. ده فكره يأمن جامد جدا ويلعب على الهجمات المرتدة، وده فكره إن هجوم حتى الموت، حتى لازم أكسب الماتش ده، يعني هكسب الماتش ده وأقف أتنطط لهم بره. والكابتن حلمي طولان هادي والكلام ده كله. فكل واحد يلعب بطريقته، ونبطل مقارنات. المهم إن الفرقتين يبقى شكلهم كويس ويشرفونا إن شاء الله. إنما كابتن حلمي طولان تحفظي عليه زي ما أنا قلت. لازم نسانده جدًا، ونساند المنتخب التاني، لإن فعلًا البطولة العربية كانت ممتعة لمّا شُفناها في النسخة اللي فاتت، وكان نفسنا إن إحنا نكسبها. فإن شاء الله ربنا يوفقهم كده في الماتشات اللي هم هيروحوها، وبإذن الله يعملوا ماتشات كويسة ويفرحونا بإذن الله. السلام عليكم.